25 شخصا، انقلاب سيارة بتاعز، وجريمة بشعة تهز تعز. إليكم كل التفاصيل. أفاد مواطنون عن انقلاب سيارة بمنطقة بني عمر في مدينة تعز. وقال مواطنون إن سيارة صالون كانت تنقل 20 شخصا انقلبت في منعطف خطير. وأضاف المواطنون نجا جميع الركاب من الحادث، واختتموا بالقول تعرض بعض الركاب لإصابات طفيفة. كما عثر أهالي مدينة تعز جنوبي اليمن اليوم على شاب مذبوحا وسط استمرار انهيار الأوضاع الأمنية التي تشهدها المدينة الخاضعة لسيطرة فصائل التحالف. وقالت مصادر محلية إن أهالي عزلة الكريفة مديرية صبر الموادم جنوبي المدينة عثروا على شاب مذبوحا مرميا في أحد أودية المنطقة، ولم يعرف بعد أسباب